لأنه يراد ابتزازنا بديك التمغربيت، المكون العبري في الدستور. المكون العبري مكون عبري، لكن من تصهين فلم يعد لا مكونا عبريا ولا حتى مغربيا. من تصهين فقد خان، ومن تصهين فقد أصبح إرهابيا. لأنه نعملوا واحد المقارنة اللي مشى لداعش. وأذكر لأجهزة الأمن داخل القاعة وخارج القاعة وفي النقل المباشر، أقول لأجهزتنا في الأمن: لماذا تجرمون من ذهب إلى داعش؟ وحتى احنا كنجرموه، حتى واحد ما يزايد عليا، نترعدوا شي شويه في كلامنا. راه ما نترعدوش في كلامنا، لأن الأمن الوطني في المحك. وعندنا من المعطيات الخطيرة جدا ما تزلزل البلد. وعندنا موعد مع الشعب المغربي ومع الدولة في ملف معين في القريب العاجل، حيت كنقولوا تجريم التطبيع، راه كنقولوا تجريم التطبيع، وحيت كنقول العدو الصهيوني كيهدد الامن القومي المغربي، راه كنقولها بالمعطيات. وحنا ما عندناش جهاز مخابرات في المرصد، بالعين المجرده وما تيسر من بعض الرجال والنساء الذين يقفون على ثغور هذا الوطن ضد العدو الصهيوني. لما كنقول المكون العبري كيزايدوا علينا. المكون العبري في الدستور هم اليهود المغاربه، جزء من النسيج الاجتماعي المغربي، لكن ماشي اليهود المغاربه الصهاينه في اسرائيل. هناك خطه كبيره وللاسف الشديد بادوات الدوله لصهينه الدستور. صهينة هذه الكلمة، وأن نعتبرها كمغاربة، وإلا لما اعتبرتهاش راك أنت فيك الكراهية ومجرم وإرهابي. بالمناسبة محدثكم إرهابي، اتهمت في جريدة الصباح بأنني إرهابي لأنني أفشلت وأجهضت ندوة في أكادير في قلب سوس الأمازيغية، ندوة غيحضرها ما يسمى رئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية المغربية سيمون شاكيرا، وراه كيدور في المغرب، راه غير البارح كان في أزرو ودابا راه في مراكش وراه كذا. لأنه كان غيحضر تما في الندوة ومن ورائه 40 صهيوني، واتهمت بأنني إرهابي ضد اليهود المغاربة وغيحكموني. نتحداكم أيها الصهاينة وخدام الصهاينة في المغرب وخارج المغرب أن تبتزونا بكلمة اليهود أو كلمة المكون العبري كي نخجل وننبطح للمنظور الصهيوني للمكون العبري. لأنه ببساطة شديدة المغرب يرأس لجنة القدس، وهذا الشعار ديال اليوم القدس عاصمة أبدية، طول شوية، القدس عاصمة أبدية. إذا اعتبرنا المكون العبري اللي في الدستور أن 800 ألف برسك مليون مغربي في إسرائيل هما مغاربة مواطنين، بمن فيهم وزير الداخلية الحالي ولد مكناس أدرعي، ورئيس أركان الجيش الحرب الصهيوني أكادي أزنقوط، رئيس الأركان ولد تارودانت، والضابط في الموساد اللي قاد الوفد اللي وشح شباط فاس عقلتوا عليه قبل 3 سنوات، وزارة البرلمان راه ماشي غير شباط، استقبلوا رئيس الغرفة الأولى في البرلمان عبد الواحد الراضي، ورئيس الغرفة الثانية آنذاك بيد الله، ووزير المغربي في الجالية الشامي. شنو كانت لاجندا؟ هي يجب عليكم، راه كيعطي لي زردر، الفيديو راه في اليوتيوب في 30 دقيقة، لي زردر سام بن شطريط الضابط في الموساد
وهذا الضابط في الموساد ماشي حنا اللي كنقولوها، هو كيقولها في قناة فضائية إسرائيلية قبل سنتين. قال: كنت أول ضابط مدني في الموساد أقود عملية استخبارية في المغرب في الثمانينات، وعملت 49 رحلة إلى المغرب تحت ما يسمى عملية إيغوز، الباخرة إيغوز في الحسيمة، برعاية الجيش الإسرائيلي العملية. هو اللي قاد الوفد بعد الدستور ب20 يوم ولا 30 يوم بعد الدستور 2011. دابا حنا صوتنا على الدستور، كاين اللي معترض كاين، ولكن هذا الدستور، لكن التحقت به الحركة الصهيونية باش تركب المضمون الصهيوني للمكون العبري بأدوات الدولة. رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تيقول لك عندنا جالية مغربية في إسرائيل خصنا نتهلاو فيها بالطرب الأندلسي. وزير الداخلية السابق تيسولوا في البرلمان تيقولوا له حصاد، تيقولوا له الجالية المغربية في الخارج ما كتصوتش، علاش ما دابا راه الملك كان خطب سابقا والدستور والمساواة وحصل الحق المشاركة. أول جواب: إوا شنو غنديروا مع المغاربة اللي في إسرائيل كي غيديروا يصوتوا؟ فيعني الملايين ديال المغاربة اللي في الخارج، الجالياتنا المغربية بكافة أطيافها، حتى باليهود المغاربة اللي في دول أخرى، باش ما نتسماش أنا ضد اليهود بوحدهم، كان ضد الصهاينة اللي في إسرائيل، بمعنى المغاربة اللي برا، المسلمين واليهود اللي في فرنسا وفي كندا وفي غيرهم، محرومين من التصويت في المغرب حتى يصوتوا اليهود اللي في إسرائيل. هذا كلام ديال وزير الداخلية في البرلمان. وزير الجالية في الخارج السابق أنيس بيرو خرج مطبوع تيقول رسمي: ثاني أكبر جالية مغربية في الخارج بعد فرنسا في إسرائيل. راه المطبوع كان في الوزارة. نرجع، إذا نحن اعتبرنا هؤلاء هم جاليتنا في إسرائيل بأي حق؟ أنا سؤال من داخل التصور الصهيوني للدستور، بأي حق كنتكلم دابا كإنسان مسلم؟ علاقتي بالقدس تتجاوز مغربيتي، بل تتجاوز حتى ارتباطي الأرضي. القدس راه إسراء ومعراج، صافي، شتو عاد يزيد عليا في المواطنة والوطنية؟ كنطرح السؤال التالي من داخل التصور الصهيوني: بأي حق أيها المغاربة يرأس رئيسكم لجنة القدس وأنتم عندكم 1,000,000 مواطن في إسرائيل فيهم رئيس الأركان ووزير الداخلية؟ من حق شعوب الأمة أن تطرح هذا السؤال، من حق أحرار العالم أن يطرحوا هذا السؤال. السؤال الثاني: ما علاقتنا بسلسلة الجرائم الإسرائيلية؟ ليست علاقة إدانة وتصدي ومواجهة ومناهضة، لا، بل مباركة واحتفاء واعتزاز وافتخار للمغاربة الذين حاربوا العدو الفلسطيني وأوغلوا فيه قتلا وذبحا في العدو الإرهابي الفلسطيني، وكنحيوا 1,000,000 إسرائيلي من أصل مغربي، وعلى رأسهم رئيس الأركان البطل المغوار غادي إيزنكوت الذي رفع الراية المغربية خفاقة فوق سماء إسرائيل. هكا شفتكم ما عجبكمش الحال، علاش ما صفقتوش على هذه؟ لا، حيت هذا مواطن مغربي غادي إيزنكوت، ويجب أن نفتخر بوزير الداخلية أدرعي عندنا نتنياهو الآن، ونفتخر بسامي الترجمان ولد مراكش قائد المنطقة الجنوبية اللي حرق غزة في رمضان 2014 51 يوم. سامي الترجمان ولد مراكش. فاحنا المغاربة نتصدر الكيان الإسرائيلي، نفتخر بجاليتنا المغربية في إسرائيل. نفتخروا ولا ما نفتخروش؟ حيث هذاك هو المكون العبري. ثالثا، من أحرق المسجد الأقصى المبارك؟ ما خصناش نقولوا علاش حرقوا المسجد الأقصى في 69، لا، ونجيبوا القمة الإسلامية في 69 للمغرب هنا، وتأسس منظمة التعاون الإسلامي اللي منها لجنة القدس اللي غنترأسوها في 75 في جدة. لا، الإحراق المسجد الأقصى المبارك خصنا نصفقوا ليه، لأن جاليتنا في إسرائيل.
من ارتكب صبرا وشتيلة في 82؟ ما خصناش ندينوا الجريمة صبرا وشتيلة، خصنا نفتخروا تحت قيادة أرييل شارون الذي يرعى جاليتنا في إسرائيل. هذا هو مفهوم المكون العبري. ولذلك سيمون شاكيرا وأندري أزولاي، شوف ملي كنقول أندري أزولاي ما تنقولش الملك، تنقول أندري أزولاي رجل مغربي متصهين وراع للتطبيع والصهيونية في المغرب. ما خصكمش الإخوان ترددوا الأخوات أيها المغاربة، وإلا كان أزولاي راجل يحكمني وراه هددوني بالمحاكمة طبعا على صفحة الصباح، ودارين تصويرات سيمون شاكيرا وأزولاي، وهددني سيمون شاكيرا بأن يتفاعل معي بوسائلهم الصهيونية بعد أن أفشلنا مؤامرة أكادير قبل 2 لأن أزولاي إلا كنت مستشار ملكي مرحبا، لكن ما يمكنش نقبل كمغربي حيت أنت مستشار ملكي نبقى نترعد وأنت عندك مشروع متكامل للتسلل وفتح الباب لتجار الصهيونية يتسللوا الأمازيغية في المغرب، وكنتكلم بالوثائق باسم المرصد المغربي.